السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نتكلم شوية النهاردة. أنا عايزة أكلمكم عن حاجة كلنا بنمر بيها، وهي البدايات الجديدة. البدايات الجديدة كلنا في وقت من الأوقات قررنا نبدأ من جديد. ممكن تكون بداية سنة، أو بداية شغل، أو بداية علاقة، بداية يوم جديد، حتى بعد يوم صعب احنا عشناه. لكن بقى في سر هنا في البدايات الجديدة مش كلنا عارفينه. تعالوا أقولكوا عليه. السر الأول، البداية الحقيقية مش في اليوم، البداية الحقيقية في القرار. يعني ايه؟ يعني ممكن ان انت تبدأ من جديد وانت قاعد مكانك، لما تقرر، بس تاخد قرار من قلبك كده انك خلاص مش هترجع تاني لورا. يعني مش لازم مثلا تقول لنفسك انا هستنى لأول السنة، انا هستنى لأول الشهر. لا، ما تقولش كده. قرر. البدايات بتكون لما انت تقول كفاية، انا هبدأ دلوقتي. السر التاني، البدايات الجديدة ما بتكونش سهلة، وده شيء طبيعي. كلنا بنتخيل ان احنا لما بنبدأ من جديد كل حاجة بتمشي بسهولة وبسلاسة، لكن الحقيقة لا. البدايات بتكون صعبة، بنغلط فيها وبيتعثر علينا حاجات، وبنحس ان احنا مش قادرين نكمل. وده مش معناه ان احنا فشلنا، ده معناه ان احنا ناس طبيعية، بني ادمين، بشر. والبداية الحقيقية مش ان احنا نبقى كاملين في كل حاجة. البداية في انك تقوم بعد ما تقع. السر الثالث، البدايات الجديدة محتاجة ايه؟ محتاجة ان احنا نصبر علشان نشوف نتيجة. مش هنشوف نتيجة بعد يوم ولا يومين، ممكن نشوف النتيجة بعد مثلا أسابيع، بعد شهور. مش مش ضروري إن إحنا يعني نستعجل عليها. المهم إن إحنا نفضل ماشيين، حتى لو خطواتنا بسيطة وصغيرة مقسمينها. كل يوم بنكمل فيه هو يوم بنبني فيه نفسنا. السر الرابع مهم جدا، مش لازم يحتاج إعلان. البداية ما بتحتاجش إعلان. مش لازم تقول للناس كلها إنك قررت تبدأ من جديد. مش لازم تعلن على التواصل الاجتماعي عن إن أنت نفسك تعمل إيه، أو أنت قررت بإيه. رجاء ابدأ في صمت. خلي نجاحك هو اللي يتكلم عنك. الناس من نفسها كده هتلاحظ عليك التغيير، هيشوفوا إنك بقيت أحسن، بقيت أقوى، بقيت مختلف. طيب إزاي تبدأ من جديد؟ طيب، أول حاجة بقى تسامح نفسك. تسامح نفسك على الماضي، وتعتبر إن اللي فات مات خلاص. أنت أكبر من كده. سامح نفسك وامشي. تاني حاجة، حدد هدف صغير واضح. مش لازم يكون الهدف حاجة كبيرة، لا. ممكن مثلا، يعني مثلا أنا إن شاء الله هواظب على صلاة الفجر. كل يوم إن شاء الله هصحى أصلي الفجر. أنا إن شاء الله قررت مثلا إن أنا هقرأ صفحة من مصحف أو من أي كتاب، أو تقرر مثلا إن أنت
تقول أنا هكلم مثلا ماما كل يوم، هكلم أمي كل يوم. هدف واحد صغير بس تلتزم بيه. تالت حاجة، ما تستسلمش بسرعة. لو غلطت كمل، لو وقعت قوم. لو يوم عدى من غير ما تعمل اللي انت عايزه، ابدأ تاني. تاني يوم ابدأ. البداية الجديدة ما بتنتهيش من أول حاجة صعبة تقف قدامنا. البداية بتنتهي لما احنا بنقرر نستسلم. رابع حاجة، ربنا سبحانه وتعالى بيحب العبد اللي دايما بيرجع له في كل حاجة صغيرة كبيرة. بيحب لما يطلب منه انه يعينه ويقويه. دايما نقول يا رب عنا، يا رب قوينا، يا رب ثبتنا. وصدقوني والله ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيخذلكم ان شاء الله. ربنا عمره ما هيخذلنا ابدا. تعالوا بقى على الخلاصة بتاعت الاسرار دي كلها. البدايات الجديدة مش سهلة، بس تستاهل. كل يوم بيعدي علينا هو بيكون فرصة نبدأ فيها من جديد. كل لحظة هي فرصة تغير فيها حياتنا. ما تستنوش اللحظة المثالية، ابدأوا دلوقتي من مكانكم وبإمكانياتكم. تعالوا بقى خدوا نصيحة النهاردة. لو عاوزين تبدأوا وفي حاجة جديدة، اكتبوا على ورقة أنا هبدأ في الحاجة اللي هي مثلا دي من النهاردة. علقوا الورقة دي قدامكم في الأوضة بتاعتكم، في الشغل بتاعكم، حتى على الموبايل. خليها تفكركم كل يوم بقراراتكم. أتمنى إن الكلام يعجبكم وإنكم تشاركوني الرأي. سلام عليكم.